هو كذلك باش يكون هو بطل من بين المرشحين. مرشح خاطر برشا ناس غلطت يرشحوا في رواحهم وحد من غير ما لعبوا هزوا الكوب وكذا. من بين المرشحين معناها يلزمنا نحترموا الناس الكل اللي باش يلعبوا، فهمتني؟ صحيح. فما السنغال، فما الكاميرون، فما المنتخب الجزائري، المنتخب المصري بالطبيعه. الناس الكل دونك ورينا حتى في المباريات الوديه الاخيره يعني فما تقارب كبير في المستويات. صحيح. هو المباراه الوديه كابتن هي تحذيريه وبالنسبه لي انا، ولكن كل مباراه عندها حقيقتها. فات المباراه الوديه مش مقياس، خاطر اللي مش تلقاه في اول مباراه مش تلقاه في المباراه الوديه. ما نعملوش الخطا هذايا، فهمتي ولا؟ تبقى انت يكون في اخر مباراه وديه تحاول باش تهبط التشكيله، ملامح التشكيله اللي 80% مش تكون في اول في اول مباراه، اللي في كل المنتخبات يعطيه قيمه كبيره، قسوه الى اول مباراه او اول 3 نقاط هما، خاطر باش يحلوا لك المفتاح تاع التاهل. 3 نقاط في اول مباراه على كل المستويات، على الترتيب، على الثقه، على برشا حوايج، فهمتي؟ هذا هو معناها كي انا نحط كل شيء. المغرب غدوه راكي ما يقوليش عندي ما عندي، زد على ذلك اخويا تبارك الله، انت عندك معناها لاعبين مستوى عالي جدا، عالمي. خلينا نقولوا معناها في هذه المسابقه تاع الكان تاع الكان 24 هذه، فما زوز فرق محسوب بلغوا المستوى العالمي اللي هما المغرب والسنغال. نقولوا الحق، وهذاك هذا هو الواقع. صحيح. بالرغم اللي المنتخب المغربي اللي عملوا في كاس العالم افضل برشا من المنتخب السنغالي. شو مش انت احنا مشينا النتيجه، شوف زاد اللعب زاد السنغال والمغرب كيف كل واحد بطريقته، كل واحد باسلوبه، معناه وراو اللي عندهم مستوى غدو بشوي بشوي نجموا يوصلوا به الى احسن. المغرب ذكر وصلت للتوب دي توب.